سلام البنات، مرحبا بكم في قناة حلويات العيد أم لينا. اليوم حبيتكم تتلايموا كامل على هذه الحلوى اللي راح نقدمها لكم اليوم. حلوى جزائرية تقليدية اللي هي قاطو العرايش. راح نقدم لكم بطريقة سهلة، مقادير مضبوطة، يعني أي وحدة مبتدئة راح تتعلم تحضروا بعد هذا الفيديو إن شاء الله. مدلكم كل النصائح باه ينجح معاكم. النتيجة اللي تحصلوا عليها يجي ذوب في الفم، وصفة رائعة. الحشو يبقى طري، الطلية تبقى طرية، يعني كلش ناجح في هذه الوصفة بإذن الله. قبل ما نبداو ضروري جدا جدا تخليو جيم وتعليق، ونبداو مباشرة في الوصفة. نبداو بالعجينة. عندي 3 كيسان معمرين يكونوا ممسوحين نتاع فارينة. المقادير هذه خرجت لي حوالي 37 حبة بالضبط. الكاس هذا اللي كيلت به شوية أكثر من هذاك الكاس الأبيض هذاك اللي موالفين كيلو به. درت 3 كيسان، غربلتهم، ضروري تغربلوهم. ديروا رشة ملح ومغرفة صغيرة فاني، وعندي السمن كاس ناقص 2 أصابع سمن، وكملته بالمارغرين. هنا أهم يعني مرحلة، هنا السمن أو أي دهن ديروهم لازم يكونوا باردين ضروري جدا. هنا الدور تاع المارغرين اللي درناه انه راح العرايش هذو راح يبقاو محافظين على الشكل تاعهم. نحكهم مليح مليح بين يديا، ونبدا نضيف خليط بين ماء وماء الزهر. عندي كيله ناقصه 2 أصابع. ضيفوها بالتدريج، ما تضيفوهاش دفعه واحده. اذا ضفتوها دفعه واحده راح العجينه هذه ما تجيكمش ناجحه. شوفوا ضفتوا بالتدريج حتى تحصلت على هذه العجينه اللي تكون طريه. الماء، الكميه هذيك تاع الماء وماء الزهر درتها كامله. هنا ديروا هذا الحركه هكذا، اذا شفتوه ما تشققش اعرفوا باللي العجينه خلاص، يعني راهي دات كفايتها من الماء وماء الزهر. هنا بالنسبه للحشو دائما نكيلو بكاس يكون اقل من الكاس اللي كينا به العجينه. انا استعملت هذا الكاس الابيض، والكاس الاخر اكثر منه. درت 3 كيسان يكونوا معمرين كاوكاو مرحي، رحوه رقيق كامل. تقدروا ديروا اللوز. عندي كاس ناقص 2 أصابع سكر عادي، وعندي السمن هنا يمد لكم واحد الطراوه رائعه لهذاك الحشو تاعكم. درت 2 مغارف، ودرت رشه تاع قرفه. هنا نبقى نخلط فيها مليح مليح حتى يندمجوا، ونضيف ماء الزهر بالتدريج حتى نتحصل على الحشو يكون متماسك. هنا باه يبقى لكم طري مده طويله اعجنوا الحشو تاعكم، اعجنوه مليح مليح حتى تحسوا السكر هذاك ذاب. هنا وزنتهم. العجينه درتها 30 غرام، الحشو درتو 15 غرام. مهم جدا انكم تخلوهم يرتاحوا على الاقل ليله كامله، واللي يعني مزروبه تخليهم على الاقل 6 ساعات. يعني تشمخ العجينه الصباح، وبعد الظهر او العشيه تبدا تخدم فيها. هنا بعد ما ارتاح معايا راح نمد لكم طريقه يعني كيف تشكلوا العريش تاعكم. هنا غير باليد تاعكم حلوا هذيك العجينه على شكل دائره، والحشو ديروه بهذا الشكل على حرف إيكغيك. بهذا الشكل، ما ديروهش على حرف تي لانه ما يجيكم الشكل مليح. ديروه بهذه الطريقه. هنا راح نطلع هذوك العجينه تاعي ونخرج الهواء كامل بهذا الشكل. هنا ما حبيتش نسرع لكم المقطع هذا، يعني به تشوفوا الطريقة بالتفصيل. طريقة يعني سهلة وناجحة جدا. هنا نبقى نمشي في هذاك الحشو، نضغط عليه بشوية، وفي نفس الوقت كل ما نلقى الهواء نحاول نخرجه بهذا الشكل. هنا نقلب الحبة تاع العرايش تاعي، ونزيد نعدلها الشكل تاعها. هنا في الوسط اضغطوا مليح هكذا به ما تجيكمش منفوخين بزاف في الوسط. هنا نكمل نعدلهم مليح بالاصابع، ومن بعد ندورهم، ندير لهم الشكل تاع العريش المعروف بهذا الشكل. ان شاء الله يعني تكون طريقه مفهومه. هنا حتى اذا درتهم رقيق شويه يعني ما تخافوش، راحين يزيدوا يتنفخوا شويه في الطياب. هنا شوفوا الشكل تاعهم به تهزوهم ويبقاو محافظين لكم على الشكل. هزوهم 3 أصابع بهذا الشكل، حطوهم في البلاطو تاعكم فوق ورق الطهي، وخلوهم يباتوا ليله كامله. يعني هنا به يحافظوا لكم على الشكل بعد الطياب، خلوهم يباتوا ليله كامله، والا على الاقل خلوهم 2 ساعات هكذا به ينشفوا معاكم. هذه طريقه ثانيه
للحشو تاع العريش. هنا شوفوا انا خليتهم حوالي 4 ساعات ونثقبوهم، يعني ضروري تثقبوهم هكذا به ما يتنفخوش معكم بزاف ويخرج الهواء اللي كان فيهم. نروحوا للطليه. انا هنا هذه الطليه دارت لي 22 حبه. هنا درت نص فنجان ماء الزهر ونص فنجان حليب ونص فنجان زيت. انتم يعني اذا حبيتوا ديروا كامل ديروا فنجان كامل، الكامل الطاليه عفوا الكامل حبات العريش تاع هذه الوصفه ديروا فنجان كامل. ضفت مغرفه صغيره فاني وملون ابيض. هنا الملون الابيض ضروري، حتى اذا كنتوا حين ديروا لون واحد اخر. نخلطوا هذه المكونات مع بعض. عندي كيس سكر كلاصي وزدت له شوي حوالي كيس، ونفرغ هذاك الخليط ونبقى نعجن فيه مليح مليح حوالي 5 دقائق. وهنا بعد 5 دقائق نبدا نضيف له نضيف له القارص. هنا عندي نص فنجان تاع قارص، ضيفوه بالتدريج حتى تحصلوا على القوام المطلوب بهذا الشكل. هذاك القارص راح ينقص لكم من البنانه تاع السكر. وباه نعرفوا يعني اذا تحصلنا على القوام المطلوب ديروا فقط بالاصبع تاعكم. اذا هبطت الطليه كامل وبين الاصبع تاعكم معناتها ضيفوا لها شويه سكر، واذا بقات هكذاك محكومه يعني خلاص. هنا شوفوا هذه طريقتي اللي نطلي بها سواء العرايش او الكعكات بهذا الشكل. حطوهم هكذا فوق شباك ونطليو بهذا الشكل، يعني طريقه سهله جدا ويعني ليه تكملوهم. هنا بعد ما نشفوا نحيو لهم هذوك الزوائد من الاسفل ونديروا لهم الملمع. انا خلطت الفضي مع الذهبي، تحصلت عليهم بهذا الشكل. هنا يعني الصورة مش واضحة، تتحصلوا يعني على شكل رائع كي تخلطوا الملمع الذهبي مع الملمع الفضي. هنا نلمعهم كامل ومن بعد نكملوا باقي المراحل تاع التزيين. شوفوا هنا شكلهم كيفاه راهو يلمع، جو يعني روعة. عندي هذا الورود ديروهم من الفوق. التزيين يعني دائما اختياري، كل وحده تزين كيما تحب. هنا نلصقهم بشويه تاع طليه اللي كنا حضرناها مع بعض، يعني تبقى لكم طريه لمده طويله. هذيك الطليه اللي حضرناها هنا يعني التزيين كيما تحبوا، كل وحده تزين كيما تحب. وزينتهم هنا بهذه الورده، وزدت زينتهم بهذا الموتيف تاع عجينه السكر، خدمته بهذا الطابع. يعني نحب نوري لكم هكذا، يعني اللي تحب تخدم، يعني اللي تحب ما تشريهم واجدين. ودرت له الناكري الذهبي ولصقوه حتى هو بالطليه. ديروا هنا الطليه ما تكثروش بزاف ما تخرج لكمش على الجوانب، ديروا كميه قليله ولصقوهم سواء الورود او هذا لي موتيف هذو تاع عجينه السكر. يعني طريقه سهله جدا والنتيجة رائعة. إن شاء الله يكون عجبكم. من فضلكم البنات خليوا لي جيم وخليوا تعليق هكذا، يعني يوصلكم الوصفات والحلويات اللي نقدمهم. أي فيديو نحطه يوصل لكم. هنا شوفوا كي قسمت معكم الحبة كيفاه جات طرية، جات رائعة جدا. الحشو هذاك جاب بزاف بنين، يعني جاب طري حتى هو سواء العجينة أو الحشو. يعني وصفة ناجحة اعتمدوها سواء في الطلبيات أو يعني اللي تحب للأعراس للأعياد للمناسبات للنجاح. تقدروا تحضروا هذا الحلوى تاع العرايش في أي مناسبة، يعني تجي ولا أروع. هنا قدمتها لكم بكل النصائح، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منهم. شوفوا الشكل تاعها، يعني صدقوني جا ولا أروع. حلوة يعني من أروع ما يكون، تصلح بزاف للأعراس خاصة، يعني تحمر الوجه سواء للعرائس أو للأعراس. حضروها بهذه الطريقة ونضمن لكم النجاح تاعها. فقط يعني تبعوا كل النصائح اللي مديتهم لكم، يعني مش تدوا الوصفة وما تتبعوش النصائح هكذاك ما تنجحش معاكم. لازم يعني كل مرحلة عندها نصيحة تخصها باه تنجح معكم الوصفة هذه. المهم ان شاء الله نتمنى انكم تدعموني هكذا باه نقدم لكم المزيد من الوصفات والحلويات الناجحة باذن الله. نشكركم كامل على المشاهدة، ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات وحلويات جديدة قادمة ان شاء الله. مع السلامة.